السعيد بإذن الله الجمعة 6 نوفمبر 2020 الموافق ل 20 ربيع الأول 1442 للهجرة. الاثنين القادم معناها بعد غدوتي، تعرفوا التلامذة يرجعوا يقراوا، تعرفوا بداية أسبوع 2 و3 وقع الإعلان على إضراب للحافلات. علاش؟ كيفاش؟ وفي الوقيت هذا بالذات مع كورونا ومع الاكتظاظ اللي نعرفوه في وسائل النقل العمومي، نجيو نعملوا إضراب في الوقيت هذايا. شنو الحكاية بالضبط؟ شنو اللي فما؟ شنو اللي صاير؟ علاش هالإضراب؟ هذا ما سنطرحه الآن على سي محمد الناجي حمدي الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بجهة تونس. سي محمد الناجي حمدي، صباح النور. ساعة صباح النور خويا حاتم. مرحبا بيك. وبيك مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. معقول أنه بداية أسبوع وفي فترة الكورونا وفترة حظر التجول مع العودة المدرسية بعد العطلة هذه باش نلقاو نهار 2 و3 إضراب للحافلات؟ والله خويا حاتم اللي نحب نقول لك اللي هو الإضراب هذا راه ماهوش معناها جديد. سيدي جاء الإضراب هذا كانت الاتحاد الجوي تونس نهار 19 أوت بعث مراسلة لوزارة النقل على أساس أنه باش يتم تنفيذ إضراب يومي 15 و 16 سبتمبر 2020، إلا أنه صارت جلسة صلحية مع بمقر وزارة النقل ومع وزير النقل، وفي الجلسة هذه معناها تم الاتفاق على أنه يتأجل الإضراب اليومي 9 و 10 نوفمبر. وفي خضم هذا تم الاتفاق على انه يتم تدارس نقاط الخلاف، وهذه يتم تدارسها داخل المؤسسه وكذلك باشراف مباشر من طرف وزاره النقل. الا انه هذا وكانت برمجت معناها الاشراف هذا داخل الوزاره كان تبرمجت على 3 جلسات، الا معناها يكون فيها تفاوض ومتابعه للتفاوض المتابعه، الا انه ما صارش هذا الشيء اللي خلانا معناها نقول احنا وصلنا للدات هذه نتاع 9 و10. باهي سامحني، مش فما جلسه صلحيه تسبق الاضراب؟ هل صارت الجلسه الصلحيه ولا ما زالت؟ أنا قلت لك هو اللي صار أنه تمت برمجة 3 جلسات لمتابعة الجلسات ما صاروش داخل ما صاروش. عيطوا لكمش الجلسة الصلحية الآن؟ اليوم إن شاء الله فما جلسة صلحية 10:30 نتاع الصباح مع وزير النقل إن شاء الله. اليوم 10:30 مع سيد وزير النقل؟ مع سيد وزير النقل. وإذا كان تجدوا حلول يلغى الإضراب هكا ولا لا؟ والله احنا ماناش دعاة للإضرابات، ولا اليوم وضعية الشركة وضعية المؤسسة معناها ما عادش مسموح انه تزيد اكثر من هكا. الحلول الترقيعية راهي استوفيناها، ما عادش معناها نجموا نزيدوا اكثر. الحقيقة ثم وضعية داخل المؤسسة كارثية من ناحيه صحه وسلامه مهنيه، من ناحيه اعطيني المطالب نتاعكم انتم على الوضعيه الكارثيه نتاع المؤسسه تحبوا تمنعوها. هذا اللي نفهم من كلامك سي محمد الناجي حمدي. شنو المطالب نتاعكم كنقابه؟ كنقابه معناها من اولى الحاجات هي الصحه والسلامه المهنيه. نعطيك مثال، ما تنجمش اليوم تكمل باطارات المطاطيه اللي موجوده على الحافلات، معناها تحدثوا على الحافلات الصفر هذوك، معناها العجالي نتاعهم تهريوا مشاو. ايه تهريا. اليوم نجو نشوفوا مترو تنجم تلقى سكه عوجه عادي، تنجم باب ما يسكرش في مترو عادي. معناها الامور بربي الاضراب اذا كان باش يصير وان شاء الله توصلوا للحل مع سيد وزير النقل، اذا كان باش يصير باش يشمل الحافلات الصفراء والمترو والTGM هكا ولا لا؟ بطبيعه الحال كل الحافلات ولا خطوط المترو والTGM زاد معناه بطبيعه الحال على مستوى المترو على تونس الكبرى فقط. على تونس الكبرى فقط. به اذا المطالب هي تهرات الاصول تهرى. الاصول لا تهرى. نقص كبير في العربات والحافلات وكذلك المترو. ثم نقص كبير في قطاع الغيار اليوم. معناها حاجه نورمالمون ما نذكرهاش، سي بيزار.
اليوم تجي في ورشه فنيه تلقى مفتاح 10 ما فماش. معناها الحقيقه وصلنا حاله كارثيه تم معنا. والفلوس شنو اللي طالبين انتم؟ والله ما عندناش مطالب ماديه. شنو هي من المطالب؟ ما عندناش مطلب مادي، المطلب الوحيد اللي حكينا عليه هو التاخير في الشهري وتاخير في وصولات الاكل. معناها ديما عندنا الروتار هذا، ما عندناش مطالب ماديه. معناها ماهيش مذكوره جمله. باهي مش مذكوره في اللائحه اللي قدمتوها. ما عندناش مطالب ماديه. معناها تاخير في الشهري قداش تؤخر الشهريه تقريبا؟ والله ايش باش نقول لك، مره تجيك حتى لو 5 لو 6 يجي يقول لك اليوم راني صبيت انا صبيت لك الشهريه بار اكزومبل، يقول لك انا صبيت لك لو 25، لكن مع البنوك توصل لك لو بريمي لو 2 لو 3. البنك هذه تعطيك، البنك هذه يقول لك لا انا نسال فلوس ناخذ نتاعي قبل. مشاكل كبيره الحقيقه. هذا التاخير قد ما تؤخر الكارت الصفراء معناها التاخير نتاع الشهري ولا اقل شويه؟ مش معناها تاخير الكارت الصفراء. والله احنا اليوم النقص الفادح في الحافلات بالطبيعه يخلي الكارت الصفراء تؤخر. كيف النقص النقص في معناها قطاع الغيار يخلي الكهرباء كي ما تخرجش بالطبيعه باش يصيروا ديروا طار. باهي انتم اولاد الشركه هذه، شركه نقل تونس ولادها انتم. وتعرفوا الوضعيه اللي هي فيها. ما نلقاوش الحلول انه كيفاش ما نوقفوش الخدمه لابنائكم. زاد انتم راهو مواطنين توانسه في نهايه الامر. احنا لوليداتكم ولعائلاتكم. ونشوفوا نصلحوا مع الاداره. شنو نجموا نصلحوا؟ سي حاتم هذا مرفق عمومي. احنا كاولاد الاتحاد العام التونسي شغل رانا نسعوا باش نحافظوا على المرفق العمومي هذا، لكني ما ثماش حلول رسميه من طرف سلطه الاشراف. ما ثماش حاجات اللي اليوم باش تمنع الشركه. اليوم نعمل اضراب بنهار ولا بنهارين بثلاثه في سبيل اني نمنع الشركه. اليوم رانا نحن زعما الاضراب بنهارين 8 و9 هكا، 8 و9 قررتوا انتم هكا؟ لو 9 ولو 10 9 و10 نوفمبر 2 و3 هكا. 9 و10 نوفمبر يمنع الشركه تيمو يزيد يغرقها. لا ما يزيدش يغرقها لانه احنا وصلنا للطوب. وصلنا معناها انه الظروف اللي نخدموا فيها لا تطاق. اليوم راهي وضعيه العون معناها وسلامته ما عادش معناها الحد الادنى ما عادش متوفر منها. كيف المواطن التونسي، انا راني وقت اللي نركبوا على الحافله وهي الوضعيه نتاعها متهريه وما هيش معناها صالحه للعمل في بعض الحاجات، خاصة في الإطارات نتاعها اللي ولت الأغلبية نتاعها ولت ليس. اليوم راني دخلت المواطن معايا في الريسك، وأنا اللي نتحمل المسؤولية نتاع الريسك هذاك لأني أنا خرجت بها. لكن اليوم لقينا رواحنا مطالبين باش نخرجوا باش المواطن التونسي ما يبقاش مطيش في الكياس. الحقيقة أنا بهالمناسبة هذه نحب نقول الأعوان شركة نقل تونس سواء سواق ولا قباض كيف المصلحة الفنية ان جرون برافو على التضحيات الكبيرة اللي قاعدين يقدموا فيها. وفي خضم المرض الكوفيد هذا حدث ولا حرج. اليوم الباب محلول. انا اخويا نحييكم الكل، كل ابناء الشركه نحييكم، لكن نقول لكم نجلسوا على طاوله الحوار ونلقاو الحلول اللي تحميكم انتم وتحمي زاد المواطن التونسي اللي قاعد ياخذ في الكار وفي المترو وفي غير ذلك. ان شاء الله ان شاء الله محمد النجم. اي عارف منفتحين على الحوار. منفتحين على الحوار في كل وقت وبحول الله راهو ديما الحلول ان شاء الله تكون موجوده. ان شاء الله. محمد ناجي حمدي الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بجهه تونس. نرجع لك بعد جلسه صلحيه بالتليفون، تو نكلم خويا ولا كلمني انت ان شاء الله تعطيني خبير باهي، لانه وصلتوا الحلول مع السيد وزير النقل. هذا ما نتمنوه، ويعطيك الصحه اللي تقول لي احنا قابلين الحوار ونسبقوا في مصلحه المواطن ومصلحتكم انتم زاد كخدامه تخدموا على مختلف وسائل النقل هذه العموميه. شكرا لك محمد ناجي الحمدي، وان شاء الله يومك سعيد. بعد